هو احنا بنقارن لاعبين ولا بنقارن التوثيق؟ بيليه ما عندوش باس اكيورسي، مارادونا ما عندوش بروجريسيف كاري، مش لانهم ما كانوش بيعملوها، لان ما كانش في حد بيعد. اللي كان موجود ساعتها هو العين اللي تشوف وتندهش وتحكي. دلوقتي العين مش كفايه، لازم رقم ياكدها، ولو الرقم ما اكدش يبقى العين غلطانه. وده ظلم من نوع جديد، مش ظلم الملعب ولا التحكيم، ده ظلم للذاكره. احنا مش بنشوف بيليه زي ما شافوا جمهوره، ولا مارادونا زي اللي عاشوا الناس اللي كانت في المدرجات. احنا بنشوفهم بلقطات قليله، جوده ضعيفه، من غير حتى ما نعرف سياق المباريات دي كانت ايه. ثم نقول بكل ثقه بس الريتم كان ابطأ. طبعا ابطأ، انت بتشوف شريط من السبعينات على شاشه 4K وبتحاكمه بعين اتعودت على اضاءه بطيئه من 6 كاميرات. زمان اللقطه كانت بتحصل وتعدي، ما شفتهاش خلاص مفيش ريبلاي، مفيش تحليل بعد الماتش 3 ساعات. وده كان بيدي قيمه اكبر للحظه العبقريه ساعتها اللي بتعدي عليك فجأة كده من غير شرح. دلوقتي العبقرية نفسها بتتشرح لغاية ما تفقد دهشتها. مارادونا يراوغ 3 لاعبين زمان، يا نهار ابيض ايه ده؟ دلوقتي لو مارادونا موجود بقى شوف بقى، ده خد قرار مخاطر نسبته 27% والحته دي نسبه التسديد منها 1.7 والكلام الفارغ ده. والمشكله مش في التحليل مفيد، الارقام مفيده، بس لما تتحول من اداه فهم الى محكمه يبقى احنا كده مش بنفهم، مش بنتقدم، احنا كده بنضيق. مغالطه التكبر الزمني بتقول احنا دلوقتي بنفهم اكتر عشان عندنا ارقام، والحقيقه الاقرب ان احنا دلوقتي موثقين اكتر، مش بالضروره اذكى. لو كان في اوبتا سنه 62 كان بيليه هيطلع بارقام هتخلي اي مشجع يقعد ساكت، لكن ده ما حصلش. فبدل ما نعترف ان في فجوه توثيق قررنا نملاها بتعالي، نمسك الماضي ونقول له وريني ارقامك. وهو ببساطه ما كانش بيلعب علشان يتعد،